السلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة إلى قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد. قبل أن أبدأ الرسالة لازم أوضح موضوع. بعض القنوات الإعلامية وبعض حتى الناس في الشارع يقولون الكراد، يقصدون قوات سوريا الديمقراطية، وأنا كل ما سمعتهم يقولون هذا أقول لهم لا تقولوا الأكراد أو الكراد. قوات سوريا الديمقراطية ليست قوات كردية ولا تعبر عن الأكراد. الأكراد سوريون، هم جزء من النسيج السوري، جزء أصيل من النسيج السوري. أما قوات سوريا الديمقراطية فهي قوات أمر واقع ليس لها علاقة بالأكراد. قوات أمر واقع مثل في كثير فصائل وقصص وكذا صارت خلال 14 سنة. قوات أمر واقع، ما حدا انتخب، ما حدا فوض، ما حدا تكلم في موضوع. والآن لو صارت يمكن انتخابات في هذيك المنطقة يمكن هدول الجماعة ما ياخدوا شيء، الله يعلم. طيب من هي قوات سوريا الديمقراطية؟ هي قوات خليط من المجتمع في شرق الفرات، يقودها متطرفون قادمون من قنديل. هذه هي الحقيقة كما وردت. إذن قوات سوريا الديمقراطية نحن نميز بين أمرين، بين هذه القوات كقوات أمر واقع مثل ما كثير من الفصائل في الشمال ولا أي مكان في قوات أمر واقع، ونميز بين آخرين هم أتراك من جماعة حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا وعدد من الدول على أنه منظمة إرهابية. طيب كيف بدنا نتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية أو قسد التي تحكم يعني مساحة من مساحة سوريا بعد سقوط النظام؟ خلينا نرجع شوي في التاريخ لتشكل هذه القوات. هذه القوات عمادها الرئيسي البيدة واليبجة، وهما حزبان كرديان كانوا لطالما يعني يحاولوا بالتوافق مع النظام البائد انه يسيطروا على الساحة الكردية. طبعا لم يكن هذا الموضوع انه كانوا دبس وطحينة والامور بينهم جيدة، ولكن خلال فترة طويلة من العمل ومن كذا استطاع النظام، ما بده يدخل في اشكال كنظام بعثي، يدخل في اشكال ضد الاخوة الاكراد، فكان يتعامل معهم عن طريق هاي الاحزاب. هذه الاحزاب لما قامت الثورة نظروا هيك على الثورة بعين واحدة، مدري بعينتين، أنا والله ما عم بشوف بعيوني، تقول غويل مدري غويلة. المهم نظروا إلى الثورة، هذه ثورة كل السوريين، ما بتناسبنا. طيب شو العمل؟ العمل خلينا نشوف وين في شغلة هيك نمسك فيها، نحقق مكتسبات شوي شوي. قصة. المهم النظام أدرك إنه هدول الجماعة لا مبدأ ولا أخلاق. طيب شو العمل؟ أعطيهم سلاح. أي منطقة كردية بيطلع فيها مظاهرة اقمعوها، أعطيهم سلاح، فوضهم. أنت مالك فاضي عم تقتل في السنة، فوضهم. هن بيقتلوا هي يقتلوا بعض، هن ببعض بيعرفوا لبعض. المهم والله الجماعة ما قصروا، أخذوا سلاح من النظام وقالوا له أبشر، نحن لطالما كنا سوية. وبلشوا وين في مظاهرة يقمعوها، وين في حدا كردي شريف يضربوه. مشعل التم رحمة الله عليه طلع من السجن، دخلوا عليه قتلوه في البيت. طبعا هم بيقولوا انه نحن ما لنا علاقة وما شفنا وما بنعرف، بس نحن لم نعرف. سوريا ثورة كاشفة، 14 سنة صرنا نعرف كل الناس. المهم النظام ضعف، عم بقتل والمعارضة عم تقتله، وبعدين دخلت يعني داعش والقصص يعني فاتت في بعضها. النظام ضعف، نظام ضعف ونحن أصلا ضباع. طب شو بدنا نعمل؟ خلص منسيطر على المناطق ومنصير نبتز النظام لأنه صرنا قوة وهو ضعف. ممتاز جد. طيب بس ثورة قوية كيف العمل؟ أجتهم الفرصة على طبق من ذهب. تمدد تنظيم داعش المدعوم من الخارج والمدعوم من العراق، من المالكي،
تمدد على المناطق السورية، خرجوا من السجون واجوا من برا، وتمددوا على المناطق السورية يقتلوا بها الثورة. الثورة ضعفت بعد ما كانت مسيطرة على مناطق شاسعة. اجوا الامريكان، بدنا نكافح داعش، بدأ داعش يمسك رهائن، يقتل، حرق طيار اردني، عمل. طيب كيف بدنا نساوي؟ خلص بدنا ننزل على الارض. ننزل على الارض. مين في حدا ينزل على الارض؟ الجماعة جاهزين، لانه فصائل الثورة قالت نحن لا، نحن قتالنا مع النظام، وكان جزء من فصائل الثورة، وهذه للتاريخ، دخل عليهم الأسلمة، إنه أنت اليوم إذا بتشتغل مع الأمريكان أنت كافر مرتد عن دين الله، مفحوص بين قوسين. قصة طويلة ولكن عم بحاول أختصرها. مين في يتعامل مع الأمريكان؟ الجماعة جاهزين، قوات حماية الشعب الكردي، قوات حماية المرأة، هن نفسهم مقسمين حالهم على 10 أسامي، كل مرة بيطلعوا لك باسم، مساوين شعار بينشروا على فيسبوك وتويتر، وعندهم إعلاميين الغفلة. المهم الأمريكان بدهم يحاربوا داعش. مين بده يحارب داعش؟ أجوا الجماعة قال نحن جاهزين. هون لما أجوا الأمريكان دعموهم، وهن طبعا قاتلوا، أنا ما أنكر أنه قاتلوا داعش وقدموا يعني تضحيات كبيرة في قتال داعش، حوالي أكثر من 10,000 مقاتل ومقاتلة، ولكن لم يكن لا هدفهم داعش ولا هم معترفين بسوريا ولا ما يحزنون. وين منشوف نحن ضباع، وين منشوف لحمة أكتر منهجم، وين حدا بضعف مناكله. أجوا والله الأمريكان قالوا لهم تمام، جاهزين، منظمين قياداتكم، قياداتنا قنديل. قالت لنا أمريكا لك مو وقت قنديل، لك وقت داعش. والله تسليح وتدريب وقصف بالطيران، تسليح وتدريب، ويعني أنا مش ضد، يعني خلي يقتلوا داعش. لما الجماعة قووا بدأوا يهجموا على مناطق الثورة، بدأ تطلع كلام غريب. روجافا، شو روجافا يا جماعة؟ قالوا والله هي غرب كردستان. والله سوريا هي روجافا إلنا يا جماعة، انتوا شعب تخبصوا بالزرع. وفتحوا قنصلية في موسكو، وروجافا غرب كردستان، وعلى الأساس انه شرق كردستان العراق، مدري إيران وجنوب المهم قصة يعني، وانه في عندنا 4 كردستان في تركيا وفي إيران وفي العراق وبسوريا كمان عندنا روجافا. المهم قلنا لهم ترى انتم ما لكم شيء في سوريا، يعني أول شيء لأنكم لا تعبرون عن الأكراد إخوتنا في الوطن سوريين مثلنا مثلهم. الشيء الثاني أصلا يعني تاريخيا ما في شيء اسمه كردستان في سوريا. المهم حاولوا يستنسخوا الموضوع، روجافا وما روجافا. تركيا تصدت لهم بطريقة يعني الوضع ما عاد حملهم، يتقاووا على النظام والنظام يتقاوى عليهم. استفادوا من أمرين: ضعف النظام وضعف الثورة، والدعم الأمريكي بالتأكيد، لأنه أمريكا مواضيعها أكبر من قصة يعني روجافا وهيك، عندها موضوع داعش. طيب يا محفوظ السلام، الآن شو الموضوع؟ طبعا خليني بس هنا أعرج على شغلة. الجماعة ما كان عندهم مشكلة أبدا يتعاملوا مع الكل، يوم بيرفعوا علم أمريكي، ويوم بيرفعوا علم النظام، ويوم بيرفعوا علم روسي على قواعدهم، بس مشان يحافظوا على الكيان هذا المختلق اللي صنعوه. وهلق مؤخرا قالوا رفعنا علم الثورة أو علم سوريا الجديد، وكله كذب. من جوا نحن بنعرفهم، يعني مثل ما قالوا في المثل: إن لكل قول حقيقة. هن بيقولوا إنه هن سوريين، بس هن مش سوريين. هم سوريين يعني كجنسية، بس هو الهون في فكرة انفصالية بالطول بالعرض، بدهم فكرة انفصالية، إدارة ذاتية. لا اعمل لنا، لا نحن بدنا نحتفظ بقواتنا، مستعدين ننخرط تحت دمشق، بس نحن بدنا نحتفظ. خلاص فكر انفصالي، ونحن في سوريا لن نسمح بهذا الفكر الانفصالي. وهم بيعرفوا هذا الكلام، بس بيشتروا الوقت، يعني لعل وعسى. طبعا هم يعني فعلوا كل شيء، يعني استعانوا بالأمريكي، واستعانوا بالقصف الروسي، واستعانوا بقصف النظام، واستعانوا بكل شيء، إلا أنهم أن يقولوا يوما أننا سوريون ضمن هذه الثورة ضد النظام مع مواطنة سورية. ما فيش من هذا الكلام على الإطلاق.
دعك من الكلام والشعارات. نعرف بعد 14 سنة ما عاد حدا يحسن يضحك علينا. المهم أنا حاولت أختصر الكلام كثير، خليني بس أعرج على ما هو السبيل الصحيح للتعامل مع قسد. يا جماعة قسد، أنا أعرف أنه في بينكم وطنيين سوريين كثر وشخصيات اعتبارية لها احترامها، ولكن إذا أردتم النصيحة من شخص نصح لكم سابقا ولم تنتصحوا، مخ سميك. اذهبوا إلى دمشق. اليوم في عنا حكومة وليدة وعتيدة. وليدة لأن عمرها قصير، وعتيدة لأن أكثرية الشعب السوري خلف هذه الحكومة. اذهبوا إلى هناك وتعهدوا فورا بحل تنظيم قسد والانخراط في سوريا جديدة لكل السوريين. نقطة، راس السطر. لا تبحثوا عن مكاسب، ثمة من يتربص بكم تعرفونه. تركيا لن تترككم، وأنا ما هون أستقوي بتركيا، أنا سوري وطائفتي سوريا، ما أستقوي بأحد. أنا هذا موقفي القديم وموقفي الجديد. سلمان ما تغير. سلمان من اليوم الأول لليوم الأخير موقفه وطني، وطائفته سوريا، وإثنيته سوريا. بدكم شيء أكثر من هيك؟ أنا عم بقول لكم بتروحوا على دمشق، خطة واضحة. بتروحوا على دمشق وبتخبروا الحكومة السورية في دمشق وقائد الحكومة السورية أو الإدارة الجديدة السيد أحمد الشرع، نحن سنسلم المناطق والأسلحة دون قيد أو شرط. لأنه أنتوا اليوم مخكن التعبان، مخكن السميك، لسه نفكر إنه راحت روسيا وراحت إيران اللي كانوا يدعمونا وبنلعب على التناقضات، وبقت تركيا وأمريكا. فنحن هلق منحاول مع الأمريكان بلكي بثبتوا نفوذهم، عم بسووا لنا قاعدة في كوباني. عوفكم من هالحكي، نصيحة. رح يجي ترامب ويقول لكم والله الأكراد، شوف شو حكى في الولاية السابقة أيام درع الفرات، العملية العسكرية. الأكراد إيش حكى؟ قال الأكراد ما كانوا معنا في إنزال النورماندي. نعم، عادي يعني. ترامب بيجي بيقول لكم والله معلش نحن حابين نغادر. لذلك نصيحة، لا تظلوا متمسكين بقصة داعش وما داعش ومحتجزين أهالينا في مخيم الهول، نسوان وأطفال وناس، مشان تقول والله نحن عنا دواعش إذا نحن غادرنا بنفلتهم. ترى عندي أقارب مثل ما كثير ناس عندهم أقارب أنتم محتجزينهم بشكل لا إنساني وبشكل لا أخلاقي في مخيم الهول. أقارب بنات عمه هيك لحقوا جوازن الدواعش وأنتم محتجزينهم عندكم. وحدة لحقت جوزها ما عملت شيء، أولادها اللي خلفتهم ما عملوا شيء، ليش أنتم محتجزينهم؟ سؤال بس، ليش محتجزينهم؟ عموما هذا موضوع شخصي، بدي أطالع الموضوع الشخصي، بس هو يعني موضوع عام أيضا. المهم روحوا اتفقوا مع إدارة دمشق وحكومة دمشق لتسليم المنطقة دون قيد أو شرط وتسليم السلاح كاملا. غير هذا سوف تجنون على نفسكم وعلى أهلكم، وسوف تجنون على المنطقة، وسوف تراق مزيد من الدماء. لا نريد إراقة مزيد من الدماء شمال شرق سوريا في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. سوريا سنستعيدها حتى آخر حبة رمل، حتى آخر حبة رمل. ومن يعتقد حبة تراب، ومن يعتقد أنه هو فوق وأنه فيه يلعب ألاعيب لينتظر ويرى. هذه نصيحة، ولكنكم تفضلون يعني تعتقدون أنه عندكم مكتسبات وكذا، وأنه فيكم تفاوضوا على النفط وتفاوضوا على القمح وتشتغلوا هي الألاعيب لقلة في عقلكم. لا تعرفون القادم أنكم إذا لم تسلموا الآن وتكونوا هيك جنتلمان لابسين قرافة وجايين وهيك، راح تسلموها والدك فوق راسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.